السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس كتير منكم لاحظت ان انا قفلت الفيسبوك بتاعي. هو في سبب مهم للموضوع ده. انا ليه قفلت الفيسبوك؟ قفلت الفيسبوك عشان خاطر لقيت نفسي بضيع وقت كتير جدا من الوقت بتاعي اللي انا ممكن اعمل فيه حاجة تفيدني، اعمل حاجة productive، اعمل حاجة تطور من نفسي، تطور من مستقبلي. لقيت نفسي بفتح الفيسبوك، اخش على الفيديوز اتفرج عليها، اخش على كومنتس اقراها، ارد على الكومنتس، ارد على الرسائل، حاجات كتير بعملها. لقيت نفسي ان انا مش عارف ان انا اطور من نفسي او اعمل اي حاجه. لقيت ان في وقت كتير جدا بيضيع بسبب الفيسبوك. فقفلت الفيسبوك وقررت ان انا اعمل خطه، ان انا اكون فيها productive وكده. ولقيت ان انا عايز اعمل خطه تفيدني مستقبلا، تطور من نفسي، وان انا اعمل حاجه تخليني احسن في المستقبل ان شاء الله. طيب في ناس كتير جدا سألتني عن موضوع تنظيم الوقت، ازاي ان هم ينظموا الوقت بتاعهم. والله تنظيم الوقت ده انا لقيت 6 خطوات. لو انت مشيت عليها ال6 خطوات دي هتفيدك جدا في تنظيم الوقت بتاعك. هتلاقي نفسك بتطور من نفسك، هتلاقي نفسك بتستمتع بحياتك، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات كتير جدا هتفيدك جدا في المستقبل ان شاء الله، وهتفيدك كشخصية يعني ليك انت. اول خطوة حابب ان انا اقولها انك انت لازم تراقب الوقت بتاعك. تراقب الوقت بتاعك ده، دي اول واهم خطوه انت لازم تمشي عليها. يعني ايه تراقب الوقت بتاعك؟ يعني انك انت تمسك ورقه وتسطرها بالقلم وتكتب: انا من 12 بالليل ل 8 الصبح نايم، من 8 الصبح ل 8 ونص عمال بتدلع وبجهز نفسي عشان خاطر اروح الشغل او اروح الكليه بتاعتي، من 8 ونص ل 9 في المواصلات وفاتح الفيسبوك، من 9 ل 10 فاتح الفيسبوك بلف على الصور والفيديوز اللي انا اتفرجت عليها اصلا قبل كده، من 10 ل 10 وتلت عمال بتكلم على الواتساب مع اصحابي في كلام ملوش اي لازمه، من 10 وتلت ل 11 عمال بفطر وبتكلم مع اصحابي في الشغل، من 11 ل 11 ونص ابتديت ان انا اركز شويه في الشغل، من 11 ونص ل 12 زفت فيسبوك تاني. فانت لازم تراقب وقتك، لازم تبص على الحاجات اللي انت بتعملها وتشوف ايه الحاجه اللي انت اللي هتفيدك والحاجه اللي مش هتفيدك. لقيت ان الفيسبوك بيضيع وقتك، اقفل الفيسبوك. لقيت ان الواتساب، الانستجرام، السناب شات، ايا كان ايه هو البرنامج اللي انت بتستخدمه بيضيع من وقتك، اقفله لفترة عشان خاطر تعرف تركز. بس اهم حاجة تكتب انت يومك كله من اوله لاخره من غير ما تسيب ولا لحظة، وتشوف انت راضي عن اللي انت بتعمله ده ولا مش راضي. اعمل الموضوع ده لمدة يومين بس وشوف نفسك، راقب الوقت بتاعك، شوف ده انا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، هل الموضوع ده هيفيدني؟ هل انا راضي عن الوقت اللي انا بضيعه ده في الفيسبوك في كذا في كذا في كذا؟ مش هتلاقي نفسك في الاخر انت مش راضي عن نفسك، وهتلاقي نفسك انت بتسعى لتغيير النمط اللي انت ماشي عليه في حياتك. تاني خطوة واللي هي مهمة برضو في حتة تنظيم الوقت، انك انت تعمل تو دو ليست. هات مثلا نوتة صغيرة زي مثلا النوتة دي كده، هاتها وابدأ اكتب فيها كده. يعني حط الحاجات اللي انت محتاج انك انت تعملها في اليوم بتاعك. والله انا هعمل كذا لكذا وهعمل كذا وكذا. يعني حاول انك انت تحط اهداف لليوم بتاعك. قول انا هخلص الحاجات دي النهارده. ممكن ما تخلصهاش كلها بس هتخلص اكبر قدر ممكن منها. حاول انك انت تتابع، وكل ما تيجي تخلص حاجه تروح تشطب عليها عشان خاطر تركز على الحاجه اللي بعدها. امشي على الموضوع ده، هتلاقي نفسك وفرت وقت كتير جدا من الاوقات اللي بتضيع منك. هتلاقي نفسك ركزت قوي في الحاجات اللي انت بتعملها، وهتلاقي انك انت استفدت جدا من الوقت بتاعك. وعلى فكرة ممكن بلاش نوتة، ممكن تستخدم برنامج النوتس على الموبايل عندك. ممكن تستخدم برنامج النوتس على الموبايل عندك، واي حاجة تخلصها اشطب عليها او امسحها. الخطوة الثالثة انك انت تفكر على ورق. لما تيجي تفكر في حاجة انت عايز تعملها او تفكر عايز تعمل حاجة معينة، ما تقعدش تفكر فيها كده من غير اي ورق ولا اي حاجة. لا، امسك، طلع نوتة، امسك ورق، اي حاجة، واكتب وفكر على ورق. لان الموضوع ده مهم جدا، ان هو هيفيدك في حتة التركيز في الحاجة اللي انت بتعملها. ده هيزيد من عملية التركيز عندك في الحاجة دي، وهتلاقي نفسك طلعت الريزلتس بتاعت التفكير بتاعك بقت يعني رهيبة، بقت حلوة جدا، هتفيدك جدا. فلازم انك انت تشتغل على حتة انك انت تفكر على ورق وتكتب اي حاجة انت بتفكر فيها، عشان خاطر انت احتمال تحتاج ترجع لها تاني. فبدل ما تقعد تفكر وتفتكر الحاجة اللي انت كنت بتفكر فيها ايه او كده، او تتوه مثلا في وسط التفكير في الحاجة دي، لا، فكر على ورق واكتب الحاجة اللي انت بتفكر فيها، لان دي هتفيدك جدا جدا في حتة انك انت تطور من نفسك، وحتة انك انت تعمل عملية تركيز كامل على الشغل اللي انت بتشتغل فيه او الدراسة اللي انت بتشتغل فيه. الخطوة الرابعة، اوعى تعمل حاجتين في نفس الوقت. اوعى تيجي تقول انا هذاكر وهتفرج على التلفزيون، او هذاكر واسمع اغاني مثلا او حاجه زي كده. انا هذاكر بس هخلي الفيسبوك بس مفتوح عشان خاطر لو حد مثلا بعت لي رساله بتاع، او هخلي معرفش ايه. لا،
انت ما تعملش حاجتين في نفس الوقت، حاول انك انت تركز في حاجة واحدة بس، ما تعملش حاجتين في نفس الوقت، لان انت عمرك ما هتخلص لا دي ولا دي، وهتلاقي الوقت بتاعك كله بيضيع. الخطوة الخامسة انك انت لازم كل يوم تحجز وقت تركيز في حاجة معينة، في مهمة معينة انت هتشتغل عليها. تمام؟ يعني ما تجيش مثلا هتقول مثلا ايه، انا من الساعة 8 بالليل لحد الساعة 9 او لحد الساعة 10 الوقت ده انا هركز في عملية تطوير من نفسي، تعلم لغة او حتة شغل معين. حاول انك انت تخصص الوقت ده، لازم في كل يوم تعمل في عملية فترات مخصصة لانك انت تطور من نفسك، لانك انت تشتغل، لانك انت كذا كذا كذا. فالوقت اللي انت هتخصصه للتركيز ده، ابعد اي حاجة تشتتك، ابعد عنك اي حاجة تشتتك عن اداء المهمة بتاعتك ده. يعني تقفل الفيسبوك، تقفل التليفون، تبعد عن التلفزيون، تبعد عن اصحابك، بتحاول انك انت تخصص الوقت ده، تنعزل خالص عن الدنيا كلها، وتخلص الحاجة اللي انت محتاج انك انت تخلصها. وبالطريقة دي هتلاقي نفسك انجزت الحاجة اللي انت مركز عليها، وهتلاقيها خلصت بسرعة وخلصت بكفاءة، وهتلاقي نفسك عملت مجهود خارق في تخصيص الوقت بتاعك ده. الخطوة السادسة والأخيرة، ان بسبب ان الفيديو ده هيبقى قصير، وبسبب ان مش هيكون فيه تفاصيل كتير، لازم انك انت تبدأ انك انت تقرا عن تنظيم وإدارة الوقت بتاعك. يعني حاول انك انت تنزل برنامج، او حاول انك انت تنزل كتاب، او تشتري كتاب عن تنظيم الوقت. اقرا في الموضوع ده، وحاول انك انت تطور من نفسك فيه، وحاول انك انت تركز في تنظيم وإدارة الوقت بتاعك، وهتلاقي نفسك ناجح جدا في المستقبل، وهتلاقي نفسك عملت حاجات كتير وانجزت حاجات كتير جدا في المستقبل هتفيدك وهتخليك انسان احسن واحسن ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو، لان ده بيفيد جدا في انتشار الفيديو لو المعلومة فادتك. لو ما فادتكش خلاص اعمل ديسلايك، بس مش مشكلة. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.